يا مساء الخير على اجمل متابعين في الدنيا، وحشتوني. النهارده هنعمل مع بعض الملوخيه الرهيبه اللي انتوا شايفينها دي. دي قناتي اكلات كوكو. اتمنى لايك للفيديو الجميل ده واشتراك في القناه لسه مشتركش. تعالوا نشوف الملوخيه الجميله دي. اول حاجه هنعملها نغسلها ونصفيها كويس ونعصرها وننشفها في منشفه الغساله او تنشفوها على المروحه. المهم ان ميبقاش فيها نقطه ميه خالص عشان ما تعملش معايا. تيجي تطبخوا الملوخية كده ما تلاقيهاش عاملة كده زي مخاط، لأ، تلاقي الملوخية طالعة معاكِ حلوة كده ومورقة. أنا بانقي الملوخية بقى بانقي الملوخية اللي ورقتها خفيفة وناعمة وتبقى خضرا زي ما أنتم شايفين كده. أنا باخرطها بالمخرطة طبيعي، يعني المصريين كلّهم بيخرطوها بالمخرطة، فأنا هاعملها بالمخرطة ولحد ما تبقى معايا الدرجة اللي أنا هاوريها لكم دلوقتي. على فكرة الملوخية دي خطيرة بجد، بجد رهيبة، وبطريقة يعني هي فيها إضافات بسيطة كده بس هتطلع معاكم ملوخية فظيعة. أنا ما طوّلتش عليكم الفيديو، أهي خلاص أهي اتخلطت معايا أهي. أنا مش هانعمها خالص، أنا مش هانعّم الملوخية خالص، هابتدي أخلّيها يعني بين المخروطة زي ما أنتم شايفين قدّامكم كده، مش ناعمة أوي ومش صاحية، يعني مخروطة كويس. هابتدي أخرط كويس بقى، هي خلاص خرطت معايا أهي، خلاص. ما باحبش أنعّمها أصلًا، ما باحبش أنعّم الملوخية عشان تبقى ليها طعم. ابتدي هاجهّزها في الطبق كده زي ما أنتم شايفين. ما أقولكوش الملوخية دي طالعة معايا خطيرة. دي بقى مع تومة دقة توم بكزبرة ناشفة، ببهارات اللحمة، بفلفل أسود، بملح، ما فيش أكتر من كده. فلفل أسود وملح وكزبرة والتومة معايا وأدوقها كويس. ودي معايا غير المرقة أو الشوربة، أنا باعملها بشوربة طبيعي عشان الملوخية بتتعمل بشوربة. وبعد كده هانزل بمعلقة من التوم اللي أنا عاملاه ده المهروس. وهابتدي بقى أول ما بتبتدي تغلي معايا الشوربة أنزل بالملوخية. ولا الملوخية تسقط معاكم ولا هتبقى في أي كلام من الكلام اللي أنتم بتشوفوه ده، لأ، الملوخية تطلع مضبوطة 100% وطعمها خطير. هابتدي بقى أدوبها كده كويس في الشوربة أو أشوف السمك بتاعها ما هو لو عايزة مني ملوخية أحط لها ملوخية، عايزة مثلًا كبش شوربة كمان أحط لها شوربة كمان. شايفين لون الملوخية عامل إزاي؟ أنا مش هاغليها كتير، اوعوا تغلوا الملوخية عشان ما تسودش معاكم، دي من الخطوات المهمة برضه. إن إحنا ما نغليش الملوخية، أول ما تيجي بس تقلب قلبة واحدة بس كفاية عليها عشان خاطر ما تسودش، ما تخلّيهاش تغلي، لو غليتيها لونها هيروح خالص. أنا باوطّي النار عليها كده وأدّيها غلوة تاني وبعد كده أقوم طافية النار. ما تنسونيش يا حبايب قلبي بقى في اللايك للفيديو الجميل ده، دعموني بلايك عشان أوصل لأكبر عدد، يا ريت، واشتراك في القناة لسه ما اشتركش، ويشرفني اشتراككم في القناة طبعًا. شوفوا الملوخية سمكها عامل إزاي معايا. أنا ابتدي بقى أركنها على جنب كده وأشوف التومة اللي معايا بقى نعمل فيها هنحط معلقة سمنة حلوة كده أو معلقة زبدة حلوة كده، هي الملوخية ما بتتعملش إلا كده. وتنزلوا بمعلقة التوم اللي إحنا أخدنا منها معلقة صغيرة في الشوربة، وابتدي أحمّرها لحد ما توصل معايا اللون الدهبي. الملوخية بسيطة وسهلة جدًا بس فيها خطوات اضبطيها وتلاقيها ضبطت معاكِ وطعمها وما تسقطش منِّك وما تنعمش منِّك الكلام ده كله. هتبتدي بقى أول ما تدّي اللون صفار كده أو اللون ذهبي، هاقوم طاشة بيها الملوخية. على فكرة في إيطاليا بيعملوا نفس طريقة المصريين كده، هي يعتبر فيها إضافات كده بسيطة. في إيطاليا بيعملوا نفس طريقة الطشة المصرية للملوخية. أقوم واخدة التومة بقى احمرت معايا أهي، أجيب لكم حلة الملوخية عشان تشوفوها. وابتدي بقى أقوم كابة التومة كده وأغطيها عشان تدّي ريحة حلوة. عايزين تشهقوا براحتكم بقى عادي. هي ملوخية خطيرة من غير ما تشهقوا فيها ولا أي كلام. حاجة كده بقى ما أقولكوش على طعمها كان فظيع. اعملوها بنفس الخطوات، طريقة سهلة جدًا لأي بنت مبتدئة وما بتعرفش تعمل ملوخية، دي حاجة كده بسيطة خالص، وهتطلع معاكم ملوخية خطيرة بألف هنا وشفا يا حبايبي. وما تنسونيش بقى في اللايك للفيديو الجميل ده، ونشوفه في فيديو جديد إن شاء الله. نعمل أكلات كتيرة وجديدة وكلها أكلات مصرية وسهلة لكل بنت مبتدئة.